لأي حد جرب يعمل العيش الفينو وفشل معاه لأي سبب كان، سواء طلع مكتوم أو فرش منه بعد التخمير، أو مستواش كويس وطلع مليان لبابة من جوه، أو حتى كمان طلع منه ناشف ومش بالطرابة اللي مستنيها، فقررت أعمله معاكم بطريقة أول مرة تشوفوها أو تجربوها، بس دي هدية مني ليكم عشان هتعالج كل المشاكل ومش هيفشل معاكم تاني أبدا. كل الكمية اللي شفتوها دي من كيلو دقيق، معلقتين كبار مليانين من السكر، رشة من الملح بإيدي، ونص معلقة صغيرة بيكنج باودر على طرف المعلقة، معلقة كبيرة مليانة خميرة فورية، وهقلب كل المكونات الجافة مع بعض. والكيلو الدقيق كله ربع كوباية زيت نباتي، نقدر نحط حليب بودرة ونقدر نحط قطعة زبدة، كل ده اختياري يرجع ليكم، بس أنا عاملة أبسط عجينة اقتصادية. هضيف الزيت بتاعي وهحضر كوباية من المية الفاترة، ما تكونش دافية بس تكون مايلة للبرودة عادي، وهبتدي الم العجينه زي ما انتم شايفين كده، وهبتدي الم العجينه بتاعتي زي ما شايفين كده لحد ما الاقي ان الميه اختفت خالص وبدا الدقيق يتشربها. في الوقت ده هكون محضره كوبايه كمان من الميه، وابتدي ارشرشها كده على العجينه، وهسيب ربع جنبي لاختلاف انواع الدقيق طبعا، وهلم تاني لحد ما الميه تختفي معايا. لقيت ان لسه باقي شويه من الدقيق بعد ما الميه اختفت، هضيف بقى ربع كوبايه الميه بتاعتي، وبكده انا اتاكدت ان العجينه بتاعتي هتطلع مظبوطه جدا، لان الدقيق عندي اختفى خالص والعجينه متشربه السوائل كلها. في الوقت ده بقى هبتدي اعجن كويس قوي قوي والم العجينه كويس قوي لحد ما اوصل لقوام ناعم واملس بالطريقه دي. العجينه بتاعتي فيها تلزيقه بسيطه كده، دي نتيجه العجن الكتير وانها لسه سخنه. ما نقولش ان احنا نزود شويه دقيق، لانكم لو مسكتوها في ايديكم كده هتلاقوها ملمومه ومش بتلزق في ايديكم. في الطبق بتاعي هحط دهنه بسيطه من الزيت خالص، وهدهن فيها العجينه كده واسيبها ترتاح. من الخطوات المهمه جدا اللي ما تنزلش عنها ان انا اغطي العجينه بتاعتي بكيس بلاستيك نظيف بالطريقه دي، وبعدين بقى احط فوطه نظيفه وبتخمر في مكان ما يكونش مكان حر وسخن يعني، لحد ما يتضاعف حجمها بالشكل ده. تعالوا شوفوا معايا قوام العجينه اللي احنا لسه عجنينها وقد ايه فيها طراوه، وتدل على انها هتطلع معايا عيش ناجح. هاخد العجينه بتاعتي قدامي على الرخامه وابتدي اقسمها قطع اقرب للمتساويه. انا عملت حجم الرغيف تقريبا من 60 ل 65 جرام. اقدر اقطع شويه كده من العجين قدامي كتير، وبعدين ابدا اكوره والمه واحطه قدامي، وافتكر اول واحده انا عملتها عشان هي دي اللي هبتدي بيها. ولو ما عنديش قطاعه اقدر بكف ايدي كده اقطع العجين وهيكون متساوي كمان. هخلص الكميه بتاعتي كلها بالشكل ده وهغطيها كويس جدا برضه. وعلى ما بخلص كله بتكون اول واحده ارتاحت، باخدها بقى قدامي وابتدي اقفل. طريقه التقفيل مختلفه خالص عن اي طريقه عملتوها قبل كده. هفرد قطعه العجين بتاعتي مستطيل قدامي وهبتدي اطبقها طرفين فوق بعض بالطريقه دي، وبعدين هبتدي اقفل الاطراف على بعض كده بالشكل ده، وكده رغيف العيش بتاعي جاهز. ادام طريقه الرول بتفشل معانا يبقى نجرب الطريقه دي، هتكون سهله وبسيطه جدا علينا. باين اصلا من قبل التخمير التفريغات اللي جوه الرغيف. هنعمل كمان واحد مع بعض، هفرده مستطيل واطبق طرف يمين على طرف شمال، وبعدين اقفل الاطراف مع بعض بالشكل ده، وبعد كده بضغط عليه ضغطه بسيطه خالص اللي هو اظبط شكله بس مش ببططه، عشان الرغيف عندي يكون عالي برضو واخد شيب مظبوط. وبعد كده هكون مجهزه صواني فيها ورق زبده يكون نوعه كويس، او مسحه زيت بسيطه خالص، وهرصهم متباعدين شويه بالشكل ده، وهغطيهم برضو كويس جدا عشان الوش ما ينشفش. من اهم خطوات نجاح العيش الفينو انه يتخمر في مكان بارد، ما يتخمرش في مكان يكون حر علشان ما يفشلش مننا او يفرش زي ما بنقول، او يطلع مكتوم. انا عايزاه يخمر لحد ما يتضاعف حجمه بالطريقه دي على مهله خالص. اول ما بلاقي حجمه تضاعف كده ببتدي ان انا على طول ادهنه دهنه حليب وارش عليه سمسم او اسيبه زي ما هو. وعشان نخبز العيش الفينو صح بكون مسخنه الفرن كويس جدا جدا على درجه حراره 200. الرف اللي في النص ما بياخدش 10 دقايق وبيكون متحمر من تحت ومنفوخ كويس قوي. بعد كده بشغله الشوايه لو انا بحبه متحمر كويس من فوق. اول ما بيطلع من الفرن بحس ان وشه ناشف شويه، برشه رشه ميه نظيفه وبكتم الحراره فيه بفوطه بالطريقه دي. بعد 10 دقايق بفتح الفوطه بلاقيه بالطراوه والجمال ده غير ريحته الحلوه طبعا اللي بتقلب البيت. حقيقي من جماله يتاكل حاف. من كيلو دقيق واحد هنخبز مره واحده ونحط الكميات بتاعتنا في الفريزر. بعد ما بيبرد وبيهدى بحطه في اكياس محكمه الغلق وارصه في الفريزر، بيكفيني طول الاسبوع. بطلعه من بالليل يهدى شويه على الصبح، واعمله للولاد ساندوتشات في اللانش بوكس. لقمه عيش فينو صبحه يعني طعميه سخنه. انا كده خلصت العيش الفينو بتاعي النهارده خلاص، متاكده من سهولته وحلاوته وقد ايه فتحت نفسكم عليه. هتقوموا تجربوه، واوعدكم انكم بالطريقه دي هتخبزوا وتاكلوا انضف واحلى لقمه عيش معموله بايدينا وتحت عينينا وبدون اي محسنات. وما تنسونيش من دعوه حلوه من قلبكم لو استفدتم مني. الف هنا وعافيه على قلبكم وقلب ولادكم مقدما، ومع الف سلامه.